مفاجأة إلى هستيريا الفرح، انقلب الحال، وكأن كل ما جرى في ساعات الصدمة الثقيلة تبخر أو يراد له أن يكون. كانت لحظة تخل أو غباء، يقول أحد من شاركوا فيها. الهري اللي حصل أول يوم ده وأدى إلى الانطباعات الخاطئة، وأنت عارف الانطباعات الأولى تدوم زي ما بيقولوا، وفي الصحافة وفي الإعلام اضرب أنت بس الانطباع الأولاني وعلى ما يتغير بقى انسى. الحديث هنا عن صحوة اليوم الثالث في التصويت بعد الصراخ من العزوف. بالتزامن كانت محطة تلفزة أمريكية تبث تقريرا من داخل اللجان المهجورة. هذه لجنة في اليوم الممدد، لا يوجد أحد، وقد طلبوا منا وقف التصوير لأنه ما في حدا هون. لا يبدو الإعلام المصري مكترثا بما يمكن أن تبدو عليه صورته أو مصداقيته. المهم أن الانتخابات انتهت إلى رئيس لا مثيل له في العالم. أنا أقول لكم هو قولا قاطعا لم يحصل عليها أي رئيس في العالم، مش في مصر، في العالم. النسبة اللي زادت عن 92-93% لم تحدث في التاريخ. سريعا إذن يجري العمل على طي الصفحة وتكريس الأمر الواقع، والرهان دائما على ذاكرة الناس البسطاء. فثم من يرى بأن من أسباب الإحجام الشعبي عن التصويت رد اعتبار الجمهور لنفسه من وسائل دعاية نصبت نفسها وصيا على عقله الجمعي، وحين لم يؤدي الوظيفة المطلوبة منه شتمته قبل أن تعود وكأن شيئا لم يكن. انكشاف مماثل وقع لعشرات الكيانات السياسية والشعبية التي فرخت كالفطر بعد الانقلاب العسكري. يوم الانتخاب اختفت كوادر كمل جميلك وسيسي رئيسي، وكذا القوة الشعبية المفترضة لباقة الأحزاب التي تنافست في بذل الولاء. أما الانكشاف الأكبر فلعله للوهم الكبير الذي أحيط بشخص السيسي، حتى بدا مقتنعا بأن مجرد خروجه على الناس في التلفزيون بلا برنامج أو أفكار مقنعة سيجعلهم يلبون النداء دون تفكير، وحين نزل على الأرض كشف عن زعامة بلا قدمين. تتواصل اتهامات إعلاميين وسياسيين مصريين لحزب النور السلفي بإبطال أنصاره لأصواتهم ومقاطعة كثيرين منهم للانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي حين انبرت قيادات من الحزب للدفاع عن حضور الحزب وحشده لصالح السيسي، تدور تساؤلات حول موقع الحزب مستقبلا وثمن اصطفافه ضمن قوى دعمت الانقلاب على محمد مرسي، وسط دعوات لاستكمال استبعاد كل مكونات التيار الإسلامي من المشهد السياسي المصري. كانت ما سميت حملة لصالح المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، وفي يوم انتخاب الرئاسة ثار جدل حول من التف حوله داعمين، وبينهم حزب النور السلفي. الحزب حسب بعض حلفائه من فريق 30 من يونيو متهم بالتخلف يوم زحف للحشود لم يتم. قول لي كم واحد سلفي كانوا موجودين؟ ما هم دولت لهم هيئة مخصوصة، مش معقول حلقوا دونهم وراحوا وانتخبوا. رصدوا ان في اعضاء لحزب النور بيوجهوا لتصويت صباحي رغم ارتدائهم تيشيرتات السيسي. الجدل اضطر قيادات في الحزب للرد. ما سمعناش الكلام ده وجه لحركة تمرد، لم نجد لها وجود على الإطلاق على الأرض، ولم نجد لأي حزب وجود على الإطلاق. ما دام أقول على الإطلاق أعي ما أقول. لكن آخرين تحدثوا عن تغريد قيادات النور خارج سرب قواعدها. ما يتبناه الحزب شيء وما يفعله الأفراد شيء آخر. هكذا إذن يبدو الحزب في صلب معركة جديدة، وقد لا يبدو مرحبا به في خارطة المشهد. صحيفة واشنطن بوست وصفت علاقة الحزب بالسيسي بزواج مصلحة، فقالت إن الحزب فشل في حشد أنصاره إلى اللجان الانتخابية، وأكد غياب أعضائه عن الانتخابات الرئاسية توقعات العديد من المراقبين بأن تحالفهم مع السيسي كان هشا، واعتمد منذ البداية على المصالح المشتركة بين الطرفين. قد يشير ذلك أيضا إلى معركة سيخوضها التيار المعروف بالعلماني الذي راهن طيلة مسار ما بعد الانقلاب على إقصاء ما يسميه بالإسلام السياسي، وكانت بدايته مع الإخوان. حزب النور أخطر وأسوأ كثيرا من الإخوان المسلمين. بدلا من أن يسلمون نمقرطهم وندينهم، ولكن يبدو أن هذه التجربة تبدو مستعصية. الإخوان فشلوا وحزب النور بسبيله إلى الفشل، والانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون لها قول آخر. لكن ليس الأمر معركة خارجية وفقط، فداخل الحزب ما يشير إلى امتعاض من مواقف عبرت عنها قيادته في مراحل حالكة. كل قيادات الإخوان اتمسكوا فين؟ اتمسكوش في رابعة، لا. كلهم اتمسكوا فارين.
بل لا غرابة حينما ينقلب من أنشد للحزب نشيده. أبو عمار غير الكلمات بعد أن دارت بوصلة الحزب في غير اتجاه. ازاي هتكون معذور يا نور، ازاي معنا في الاستوديو كل من أحمد قناوي عضو اللجنة القانونية لحملة حمدين صباحي، وكذلك ينضم إلينا مختار كامل رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، ودكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك سيد قناوي. يعني هناك حديث كثير عن أن أنصار حزب النور في حقيقة الأمر أبطلوا أصواتهم، واستدلوا على ذلك بما حدث في الجيزة 100,000 صوت، وهناك ثقة للتيار الإسلامي هناك بما فيهم حزب النور 80,000 صوت في الإسكندرية، الفيوم، القاهرة. ما رأيك أنت؟ أنا لا أتصور أن حزب النور قواعد حزب النور أبطلت أصواتها. أنا أتصور أن قواعد حزب النور لم تشارك أصلا في التصويت، وتقريبا خدت نفس موقف الإخوان المسلمين. أصوات المقاطعة دي جاءت نتيجة التهديد بالغرامات والإرهاب بأنه إحالة النيابة وتطبيق غرامات وغيرها. أعتقد أن السبب الرئيسي في وجود أصوات زائدة باطلة. إنما حزب النور أعتقد أنه قواعده اللي كانت موجودة في رابعة وموجودة مع الإخوان المسلمين كلها، ما أعتقدش أنها شاركت في الانتخابات. أعتقد أنها خدت ذات موقف الإخوان المسلمين والتيار دعم الشرعية بشكل عام. أتصور ذلك. أستاذ مختار كامل، هل يعني ذلك إذن أن حزب النور ليس الآن إلا عبارة عن أشخاص، سيد نادر بكار، مخيون، برهامي، ولكن قواعد الحزب في الحقيقة يعني ليست مع هذه القيادة على الإطلاق؟ يبدو لي بوضوح شديد أن قواعد الحزب تختلف تماما مع قياداتها، وليست هذه ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة تتكرر في كثير من المؤسسات والأحزاب السياسية المصرية، الانشقاق بين الشباب وبين الشيوخ. من ناحية أخرى هذا المشهد ما بين الشباب والشيوخ في حزب النور يبين للناس مدى يعني أو يكشف للناس بشكل أوضح مسألة الإتجار بالدين. الناس الآن أصبحت أكثر قدرة على اكتشاف الإتجار بالدين بسهولة شديدة عما كانت عليه من قبل. وهل ينطبق هذا على السلطة الحالية التي تتحدث أن أي نعم تجلب النعم والكنيسة والأزهر والكل؟ أي سلطة تحاول الإتجار بالدين يعني بتجيب نتيجة عكسية، بالضبط زي الإعلام ما جاب نتيجة عكسية وهو بيحضر الحملة الانتخابية، وهذا ينطبق على الأزهر والكنيسة والإخوان والسلفيين وكل من يحاول أن يتاجر بالدين. سيد عصام، هل الأمر انقسام بين شيوخ وشباب في حزب النور أم أكثر من ذلك؟ لا، الأمر أعمق وأكبر، وفي إطار الوقت المحدد اسمح لي أن أنا أركز على 6 ملاحظات أساسية فيما يتعلق بالحزب. الحزب للأسف الشديد يعاني من نقص الخبرة السياسية. الحزب للأسف الشديد يعاني من اختراق أمني مكثف. الحزب للأسف الشديد تعرض إلى إغراءات إعلامية وسياسية لم يملك القدرة على مقاومتها. الحزب شكل ظهيرا دينيا للانقلاب العسكري عند إعلان بيان الانقلاب في 3 يوليو. الحزب تم استخدامه كأداة لشق الصفوف بين التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية. ما يمكن أن أطلق عليه الأوهام السياسية، حيث اعتقد البعض من قادة الحزب أنه بعد أن ينجح الانقلاب في القضاء على حزب الحرية والعدالة يمكن أن يشكل حزب النور الحزب ذي الأغلبية الأكبر أو الأكثر انتشارا في الشارع المصري. ففي اطار الاوهام السياسيه تم تسويق الامر على هذا ما مدى يعني صحه ما يقال عن ان قواعد حزب النور هي في الحقيقه مع الاخوان المسلمين بشكل او اخر؟ لا، ليست فكره مع الاخوان المسلمين. هو قواعد حزب النور للامانه من خلال المعايشه مع عدد كبير من الشباب في الفتره الماضيه ليسوا بالضروره مع الاخوان المسلمين، ولكن بالضروره مع المنطق والعقل والحكمه التي يرتضيها او يتطلبها المشهد المعاش الان. ليس كل من يرفض رأي حزب النور وموقفه السياسي ينتمي للإخوان المسلمين، ولكنه يعبر عن قيم أخلاقية وفي مواجهة الجرائم التي ارتكبها قادة الانقلاب، يعبر عن مبادئ إنسانية تربوا عليها هؤلاء الشباب وتعايشوا في إطار عمل ثوري مشترك دون فارق بين ثوري أو يساري أو يميني أو إسلامي أو غير إسلامي. سأعود إليكم، أرجو أن تبقوا معي. قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن المشير عبد الفتاح السيسي كان يتآمر ليصبح رئيسا لمصر منذ أن كان الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة. وفي مقال كتبه ريتشارد سبنسر المحلل السياسي في التلغراف قالت الصحيفة إن مستشارين كبارا كشفوا لها للصحيفة أن السيسي وضع مخططا يمكن الجيش، مستشارين كبار كشفوا أنه كان يخطط لأن الجيش يمكن أن يستولي على السلطة منذ عام 2010 في حال قيام ثورة ضد مبارك. أضاف سبنسر أن السيسي لم يكن شخصية معروفة للمصريين أو حتى خارجيا.
قبل الصعود السياسي الأخير له، لكن كبار ضباط الجيش اتفقوا على السيسي ووصفوه بالرجل القادم قبل اندلاع ثورة 2011، وذلك في ذات الوقت الذي كانت تنمو فيه الانقسامات بين الجيش وعائلة مبارك بشأن توريث حكم البلاد. وأضاف سبنسر أن دور الجيش وقت سقوط مبارك أثار تساؤلات لدى الثوار بأن احتجاجات ميدان التحرير لم تسقط النظام القديم إلا بشكل صوري. سيد مختار كامل، هل ترى أن هناك شواهد تؤيد ما قالته التلغراف؟ من المعروف أنه كانت هناك مشكلة بين القوات المسلحة وبين الرئيس السابق حسني مبارك بسبب مشروع مبارك للتوريث، وكان الجيش يرى أولا أن جمال مبارك غير مؤهل للحفاظ على النظام وبالتالي كان يعترض عليه. ثانيا أن جمال مبارك كان رجلا مدنيا ويفضل الجيش رجلا ذو خلفية عسكرية. ثالثا أن جمال مبارك قد فيما يبدو وضع رجال أعمال خاصين به في موقف اقتصادي أقوى من الموقف الاقتصادي بالجيش، مما أدى إلى حدوث منازعات بين الطرفين. أما مسألة أن السيسي كان يخطط من 2010 حتى الآن للاستيلاء على السلطة، فأنا لا أستطيع يعني أن أجزم بهذا، ولكنني لا أنفي الاحتمال نفيا تاما. أود أن أقول بهذه المناسبة، اسمح لي ب30 ثانية، أنني قد وصلني أن بعض الناس قد نشروا في الصحف المصرية عن تحالف المصريين الأمريكيين بما أنني أقدم كرئيس له أنني هنا في قطر لكي أبيع التحالف إلى قطر، وأنني قلت أن ساويرس يشكل ميليشيات مسيحية في الفيوم وأنني أشعل فتنة طائفية. أود أن أقول أن صاحب هذه الإشاعة هو الرئيس السابق للتحالف، وهو تاجر أخشاب يصدر الأخشاب من أمريكا إلى مصر، وقد رفضنا تعيين ابنته رئيسة للتحالف حتى لا يكون التحالف وراثيا، وهو وصبيه قاموا بنشر هذه الإشاعات، وأقول لهم أن التحالف لا يخضع للابتزاز السياسي. حسنا، سيد أحمد قناوي، إذا صح ما قالته التلغراف، إذن فهل يعني ما يسمى بثورة يونيو هي هبة شعبية بريئة فعلا، أم أنها جاءت ضمن ما هو مخطط له من 2010 كما تقول؟ طبعا هو ما فيش معلومات كاملة عندنا، لكن في تحليل نقدر نقول في تحليل اتصور هذا كلام حقيقي، لأنه طبيعة الشخص اللي بيرتب ده قائد لديه رؤية، لديه برنامج مختلف، لكن أن يأتي السيد عبد الفتاح السيسي بأداء متواضع كما شاهدنا، ده رقم واحد. اثنين، بذات برنامج مبارك، بذات فصيل مبارك، يعني ما فيش تناقض على الإطلاق. اللي هيقوم بانقلاب ورتب انقلاب بيطرح مشروع مختلف تماما عن مشروع الدولة اللي هينقلب عليها اللي هو نظام مبارك. في الحقيقة ما فيش خلاف إطلاقا بين مشروع السيد عبد الفتاح السيسي ومشروع مبارك، وبالتالي هذا كلام أعتقد أنه غير حقيقي بالمرة. يعني تعتقد أنه غير حقيقي؟ غير حقيقي، أنه كان يرتب للاستيلاء على السلطة من مبارك. لكن ما حدث بعد ذلك أنه في 30 يونيو بعد إقناع الناس وإقناع الجماهير بالخروج في 30 يونيو وإبعاد عبد الفتاح السيسي، يبقى إبعاد محمد مرسي، على أساس إن احنا نعمل دولة مدنية ديمقراطية، على أساس إن الجيش يبقى بعيدا عن الأداء السياسي، وعلى أساس إنه السيد عبد الفتاح السيسي بشخصه أعلن أكثر من مرة إنه لن يترشح على الرئاسة. حقيقة في حقيقة الأوضاع إنه تمخضت 30 يونيو عما حدث في الانتخابات الأخيرة، الناس انصرفت عن الانتخابات. كنت مؤيدا لها؟ أنا كنت مؤيد ل 30 يونيو. هل أنت نادم على ذلك الآن؟ أنا في وقتها أنا لست نادما مع كل شباب الثورة، مع كل القطاعات، لأنه الحلم بتاع دولة مدنية ديمقراطية والجيش يكون بعيد، أنا وقتها مش نادم. لكن ما تمخضت عنه الأوضاع يبرز أن هناك خديعة، تم خداعة ملايين المصريين أنه الجيش مش طرف في اللعبة السياسية، في حين أن الجيش فاعل وطرف حقيقي، وده بدأ واضحا. دكتور عصام، يعني وأنتم هل تتحملون المسؤولية في الإخوان المسلمين؟ إذا كان هذا حقيقيا فلكم دور كبير فيما وصل إليه الأمر في مصر الآن. من يتحمل المسؤولية؟ جزء كبير من المسؤولية الإخوان المسلمين الذين لم ينتبهوا إلى خطة كهذه إذا كانت موجودة بالفعل كل هذه السنوات. لا، إذا كان مسؤولية الإخوان المسلمين يمكن أن يرد قادتهم على هذا الاتهام، ولكن باعتباري محلل سياسي أقول أن كل الأطراف السياسية دون استثناء في الداخل المصري أجرمت في حق ثورة 25 يناير بما فيهم الإخوان المسلمين. بما فيهم الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين ارتكبوا في ظل الفترة الأولى من العام الأول من حكم الدكتور مرسي عدد من الأخطاء السياسية ما كان لهم أن يقعوا فيها، لأنهم التيار الأكثر تنظيما، الأكثر انتشارا، الأكثر قدرة على الحشد والتعبئة، الأكثر خبرة في الممارسة السياسية منذ تأسيس سنة 1928، فما كان له أن يقع في مثل هذه الأخطاء التي أصفوها بالساذجة في العام الأول من حكم الدكتور مرسي، والتي كان لها دور كبير في خلق حالة من الانشقاق أو من التفسخ
في الصف الثوري، مع ملاحظة أن العام الأول من حكم الدكتور مرسي الولايات المتحدة الأمريكية أدارت المشهد المصري بكفاءة عالية جدا، اعتمادا على ما أسميه أنا الإدارة بالأزمات، حيث شاركت في اختلاق عدد كبير من الأزمات، تأزيم الأجواء السياسية، تأزيم الأوضاع الاقتصادية، تأزيم الأوضاع الثقافية والإعلامية، باعتمادا على عدد من القوى أو الأدوات الإقليمية التي كانت فاعلا في دعم الانقلاب والسياسات. أريد أن أسمع ربما كلمة منك سيد مختار كامل. يبدو أن هناك من الذين شاركوا في 30 يونيو من أعربوا عن ندمهم، هناك من هم قابعون في السجون الآن، وللأسف هناك من قتلوا وأعضاء في حركة تمرد بعد أن أصبحوا لا يؤمنون بنتيجة 30 يونيو. والله يا أخي هذا مأزق سياسي وإنساني يصعب للإنسان أن يرد عليه يعني ردا كاملا. في الموقف في مصر نص الكوباية مليان ولا فارغ. نحن أيدنا 30 يونيو بشرط أن تكون في نطاق القانون. ما حدث بعد ذلك أنه تم يعني إزاحة حكم الإخوان المسلمين وهو ما أيدناه، ولكن في نفس الوقت نحن لم نكن نؤيد ولم نكن نقصد إطلاقا أن تحدث أي عمليات تعذيب أو أن تحدث أي مسائل خارج النطاق القانوني من أي طرف من الأطراف، ولم نقصد أن تتجه البلاد إلى هذا المأزق. أرجو أن تبقوا